ودي كانت اكلتنا النهارده. معايا مكرونه وبطاطس وكبده اسكندراني ليها تكايه كده هقولكوا عليها في الفيديو. تابعوني لاخر الفيديو وانا اقولكوا عليها. وسلطه. اكله اقتصاديه وسهله وسريعه وبرضو شبه مش مكلفه اوي زي ما انتوا شايفين اهمت. الكبده ديت ليها تكايه كده هقولكوا عليها في الفيديو. يلا تعالوا اقولكوا بقى على الوصفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايكات كتير وكومنتات اكتر. خلي القناة تكبر بيكم وكومنتاتكم بتعجبني جدا جدا. وبتفرحني قوي. ربنا يخليكم ليا ودايما كده تفرحوني وان شاء الله القناة تكبر بيكم. انا كان عندي كيلو الا ربع كبده قطعتها زي ما انتوا شايفين كده. ممكن عادي، ممكن مثلا تقطعها كبيره شويه على حسب انت تقطيعتك انتي. ممكن تقطعها صغيره. في ناس بتغسل الكبده وفي ناس ما بتغسلهاش على حسب برضو انت عايزه ايه. هنعمل لها بس تتبيله صغننه كده. حطي عليها عصره ليمونه وشويه خل وفلفل اسمر وحبه ملح صغيرين. فانا بقى جبت بصلتين متوسطين قطعتهم كده شرايح صغيره. ممكن تقطعوهم شرايح كبيره على حسب انت عايزه ايه. فانا قطعتهم بس كده مكعبات صغيره كده. انا متعوده عليها على كده فعملتها على كده. اللي انا على حسب تعودك انت. ممكن انت مثلا تقطعها كبيره عادي. فيها بس تكايه كده صغيره هقول لكم عليها لما اجي اوصل لها. حبايبي بقى اشتركوا كده معايا واللي كده اللي بتتفرج كده على الفيديو تعمل اشتراك مش هتخس حاجة يعني. بتبقي معانا كده وشجعونا كده اهو. كل يوم حيرة اكل الواحد محتار ياكل ايه. والاسعار اصلا ما شاء الله ولعت خالص. ما شاء الله. طب اديها قرة يمكن ترخص. ما شاء الله يعني. اديها قرة يمكن ترخص يا حبيبتي. الواحد مش عارف والله ياكل ايه بعد كده. حطينا بقى شوية زيت. نحط شوية زيت وحتة سمنة نشوح فيها البصلاية اهو. نشوحها كده لحد ما تدبل معانا. نحط معاها فلفل اسمر وحبة ملح صغيرين لحد بس ما البصلايه تدبل معانا اهو. لايكات بقى وكومنتات فرحوني تاني اهو. نفضل نقلب كده لحد ما تدبل معانا. في ناس بقى بتقطع البصل دوت كبير عادي اللي هو الشرايح الكبيرة دي على حسب بقى تعودك انت. وعملت السلطة طماطم وخيار وجزر وحطيت نص بصلاية صغننة وفص توم وحبة خضرة. وحطيت بقى شوية خل وفص ليمونة حبشتها يعني اهو. بقلب بقى في البصل لحد ما تدبل معانا اهو. كل يوم حيرة اكل واحد بقى محتار يعمل اكل ايه. وقطعت فص توم بتدي ريحة برضو في الكبدة حلو قوي. لحد بس من البصلات تدبل معانا. انا ماشية معاكم خطوة بخطوة. نبقى مع بعضينا كده أسرة مع بعضينا اهو. شجعونا بقى باللايكات والكومنتات بتاعتكم الحلوة ديت تعجبني جدا. وادي البصلة اتبلت معانا. حطينا بقى الكبدة وانا عليت النار علشان تاخد صدمة ما تنزلش المية. دي بقى التكاية بتاعتي عشان ما تنزلش المية بتاعتها. فانا عليت النار وهفضل اقلب فيها بقى لحد ما تستوي معانا. ومش هتنزل مية طالما انت عليت النار كده اهو. افضل اقلب فيها كده اهو. تفضلي بس تقلبي فيها عشان تستوي من هنا ومن هنا.
هنفضل نقلب فيها كده لحد ما لونها يتغير، تاخد اللون البني ده اهو. شوفوا ما نزلتش ميه خالص. لو انت بقى كنت موطيه عليها هتفضل تنزل ميه وهتبقى زفرة يعني وكده. لا انت بقى تعلي النار كده تاخد صدمة، بيسموها صدمة، اتصدمت يا عيني اهو. بعد ما اتصدمت اهو، بس ما نزلتش ولا نقطة مية اهي، ولونها بدأ يتغير اهو. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه، مش عايزه اقطع الفيديو، نبقى مع بعض كده. انا برضو لسه بتعلم الاكل، انا برضو مش خبيره في الاكل يعني، انا لسه برضو بتعلمه معاكم. ولو اكل عجبكم اكتبولي في الكومنتات، شجعوني عشان ما اخشش المطبخ تاني. اهو بصوا، مفيش نقطه ميه نزلت ديت في قلب الطاسه، واخدت اللون بتاعها اهو. بصوا الريحه فظيعه جميله جدا. التوابل بقى فلفل اسمر وكمون وحبه ملح، انتوا عايزين تزودوا زودوا، انا حطيت شويه شطه برضو، وقطعت طماطمايه وفلفل حراق وهحطها على الكبده. برضو ممكن برضو الناس بتقطعها شرايح، فلفل شرايح والطماطم شرايح، انا برضو قطعتها مكعبات صغيره كده زي ما انتوا شايفين اهو. قلبي فيها بقى، هنوطي عليها النار لحد ما تستوي معانا. بصوا الريحه اصلا فظيعه، عايزه اكلها كده اصلا جميله اوي. انتوا بقى لو مثلا بتحطوا عليها اي اضافات تانية عرفوني، ولو هي كده حلوه عرفوني برضو وشجعوني كده اهو. بعد ما استوت معانا بقت جميله والريحه خطيره، والريحه خطيره اوي اهو. تسلم ايديا وحياة عيني، انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه مش عايزه اقطع. لايكات بقى وكومنتات اهو، لونها جميل اوي وطعمها يجنن. استوت معانا اهيت، هقفل عليها. جميله، جربوا الطريقه دي كده هتحبوها. حطيت شويه فلفل اسمر، جربوا الطريقه دي وهتحبوها جدا. انا بقى هعمل مكرونه، غليت شويه ميه نسيبها تغلي معانا، وهحط عليها شويه ملح وحبه زيت عشان تبقى المكرونه مفرفره كده. وقطعت بقى دي تكايه المكرونه بتاعتي، بقطع برضو طماطمايه وفلفل، بحطها مع الصلصه. وحطيت كيس المكرونه، هسيبها بقى تاخد كده سوا 3/4 سوا عشان تستوي معايا في الصلصه، عشان ما تتهرش مني في الصلصه. لو سبتها تستوي خالص ممكن تتهرق مني في الصلصه، فانا هسيبها 3/4 سوا كده لحد ما تستوي كده اهو. صفيتها اهيت. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه، انا عارفه ان انتوا عارفين تعرفوا تعملوا الكلام دوت، بس انا قلت اشارككم معايا اهو. وطبعا بقى تسمي الله كده وانت بتكبي المكرونه، انت بتفضي المكرونه. وهنعمل بقى الصلصه بتاعتنا. الصلصه بتاعتنا جاهزه، هنحط فيها شويه زيت و... ومعلقه سمنه وقطعت فص ثوم اهو. لحد بس ما الفص الثوم يتعمل معانا، لحد ما تصفر معانا. نفضل نقلب كده شويه اهو اهو. في ناس ممكن متحطش عليها الثوم عادي، بيحطوا الصلصه عادي، بس الثوم بيديها طعم وريحه. دي بقى التكايه الصغننه بتاعتي، برضو قطعت طماطميه صغيره مع فلفل حراق. ممكن لو مش عايزه فلفل حراق انت ممكن تحطي فلفل رومي عادي، بس طبعا الحراق دوت بيدي طعم للمكرونه جامد. نفضل نقلب فيها كده لحد ما تدبل معانا شويه. وحطيت مكعب مرقه، مكعب مرقه ديت اختياري، عايزين تحطوها حطوها، مش عايزين تحطوها ما تحطوهاش، بس احنا بنحب الاكل كله بالمكعب المرقه ده اهو.
لحد بس ما الطماطم تدبل معانا شوية اهو. بصي التكاية ديت جميلة قوي وهتحبوها جدا. انا الاول بصراحة ما كنتش بعملها، بس انا لما عملتها جربتها وعملتها حبيتها جدا، وبقيت اصلا على طول بعملها كده. حطيت بقى فلفل اسمر اهو، بدأت تدبل معانا اهي. وحطيت شوية ملح طبعا على حسب الرغبة. بدأت تدبل معانا. انا ماشية معاكم خطوة بخطوة برضو، مش عايزة افصل اهو. دبلت معانا اهيت. هنحط بقى الصلصة ديت اصلا معمولة في البيت برضو، بس يا دوبك بقى ايه هنديها تسبيكة برضو في الاخر كده اهو. هي متسبكة وكل حاجة، وحلوة برضو التسبيكة لما تعملها في البيت. هي بقى التوابل بقى تحطي عليها شوية إيه كمون، فلفل اسمر، حبة ملح، التوابل اللي عندك. احنا بنعمل كده خلطة كده توابل في البيت، فبتكون جاهزة لأي حاجة اهو. حبيت فلفل اسمر بس الريحة فظيعة اصلا. وشوية ملح كانت عدة شوية، حطينا شوية ملح كمان اهو. وحبة شطة دي اختياري، عايزين تحطوها حطوها، احنا اكلنا كله شطة اصلا. وحطيت بقى المكرونة اهي. هفضل اقلب فيها كده لحد ما المكرونة معايا تحمر اهو. جميلة اوي ومفرفرة ازاي، عشان بعد ما غسلتها حطيت شوية زيت عليه اهي اهو. ما شاء الله المكرونة حمرا خالص. الصلصة ديت تحفة قوي، هبقولكوا على الطريقة. وكنت مقطعة بطاطس وحاطة فيها شوية مية، وحطيت حبة ملح وحبة خل عشان تطلع معايا مقرمشة اهو. طلعها بقى بعد ما تحمر معانا. بصوا اكلة والله حلوة واقتصادية جدا وسريعة. وادي الجبتة معانا اهي، والبطاطس اتحمرت معانا، والمكرونة والسلطة. تسلم ايديا وحياة عينيا. تعالوا اتفضلوا معانا بألف هنا وشفا اللي ياكلها ان شاء الله. لايكات وكومنتات كتير، بحبكم جدا. يلا باي باي.